السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المحميات الخارجية، نصيحة مهمة جدا إخواني. يجب توفير الظل، يعني الظل ضروري. السابع عندي عش خارجي، حاط لهم ظل بس شي بسيط، يعني قلل حالة الشمس 40% أو 34%. خلينا نقول توفرون طول طبقتين، هاي التركي الأصلي، بحيث يكون يغطي 90% شمس قليل. أضمنكم يعني هيجي أجواء حارة ينجح التفقيس. الإنتاج هو موجود البيض، بس ما دي يفقس، دي يتخنق. صار عندي محميات بصفهن يعني البلابل مختار العش الداخلي، الحمد لله والشكر. 3 بيضات فقسين، واللوخ 3 بيضات عندها فقسين، 2 وحدة فزدت. هاي الأمهات خطيرة طيرة، هي منتجة ما شاء الله عليها. هذيك وجبة وخسرت، وهاي الثانية هاي أول بيضة تفقيسها. يعني هاي لو صاعد جزء قبل ساعة كان لحقت عليه. الدود ماكل، حتى راسه ماكل الدود. يعني اخواني الظل اهم شي الظل. وهذا 20 شلون خارجي، بقت بيتين ان شاء الله يصير تفقيس. فوقها الشمس مستوي هسه، الحمد لله والشكر. هنا الفرخ طلعناه خامات كامل، يلا فدوة. بس المهم يعني واحد يتعلم من اخطاء الاخرين. جيت اسوي دكة فوق العش، اسوي اقوي الظل عليه، لان 7 الشمس تدق بيه هو خطية زين منه يعني كامل. هنا الحمد لله والشكر. هاي سويت بيتونة لها، سويت طبقتين تول، ونزلت الباقي. نزلت هذا حتى الامهات نقول لي يخاف، هنا ما يخافن، جالسات قديمات عندي. وقلت هاي كلها راح اسويها نفس العملية. هنا عندي هم خارجي، وذني طبق جديد، هاي محميات جديدة مع شاشن خارجي، هم كلها قلت اسويها دكة ووفر لهم ظل زايد، سوى ظل اكو فوق واقوي، وان شاء الله خير.